فالفيردي اللي كان عنده ألقاب في هذه البطولة فاز بها مرتين. التتويج في هذه البطولة في هذه النسخة سيجعل يصل إلى It's been a case of executive recklessness in the boardroom for Barcelona. They hope to rediscover their ruthlessness. Feet to Athletic Madrid. That was his final act. Hands in attendance here on opening night as Lamine Yamal releases Koundé and, well, goalkeeper, but very good start. There's that crossfield pass again. And immediately Yamal is in the thick of the action, isn't he? The prognosis was he probably wouldn't start tonight, but that's a fantastic ball in. Rafinha might have done better from close range. Well, I think he's got to go with his head here. If he dives forward and heads it, he scores. Yamal back in action again. Athletic Bilbao. And a challenge on Guruzeta. That was deemed to be a dead ball opportunity for Berenguer. Didn't exactly make the most of it. He's not happy with the... A little bit of a loose pass out of the back by Kubasi, and it's picked off. Need to worry back here for Wojciech Szczesny, possibly as the corner comes in. كأس السوبر وبعد ذلك مواصلة المشوار في البطولة من جانب كاسادو إلى رافينيا على حدود المنطقة، مر من الأول يكسب الخطأ، مهارة عالية جدا. كانت شكوك كبيرة حول رافينيا كان عليه ضغط كبير في الملعب، السيطرة على المباراة، فعل كل شيء في الملعب. هذا هو بدري دائما، تدخل خطأ لليفاندوفسكي. طويلة خطيرة لكنها أقرب إلى تشيزني. في وسط الميدان إلى بدري، لمسة لرافينيا بعيدة عنه، وفي الأخير أقرب إلى رمية جانبية للفريق. نار رافينيا في اليسار، ليفاندوفسكي في الانتظار، بعيد على ليفاندوفسكي، بعيد على ليفا. الكرة الأخيرة وبالتالي تحولت إلى بدري، الفنان بدري عدمر تمريرة لا تمر، دفاع من لبرشلونة. بدري تمريرة وكرة، هجمات معاكسة في المساحات، كرة على الجهة اليمنى لويليامز، الدفاع تدخل، تمريرة تصل إلى بدري. رافينيا تمريرة الرد لا تكتمل، بعيدة ورمية جانبية. بصعتي يا يامال إلى رافينيا، والثاني يا إلهي، ضاعت النقطة يا رافينيا، ضيعتوها يا رافينيا. الفرصة بهدف، والهدف بتأمين انتصار. أداء جيدا وينتظر أنصاره أكثر من اللعب، من التألق في مباريات عديدة، في مواسم عديدة بقميص الجان. كرة لمصلحة أتلتيك مرة أخرى، طويلة وراسية، ويليامز جميلة أمامية لرادوس، سلل على لاعب الارتكاز رادوس، وتراجع في هذه الأثناء بتمريرة طويلة خلف المدافعين، لكنها أقرب لمصلحة ويليامز في الجهة اليمنى، مرور جميل، ويليامز لكن الدفاع يتدخل عن طريق الجوهر الخطير جدا. ضغط بلباو في هذا التوقيت عن طريق بيرنغوير، عرضية خطيرة. هدف ثاني قادم في هذه القمة في أي لحظة، سؤال أي شباك وأي جماهير تفرح، سننتظر وإياكم. لكن دقائق فيها محاولات مستمرة، فيها لمصلحة بيلباو، خطيرة لبيلباو، جميلة، وتشيلسي على مرتين، والبارسا يبحث عن مرتدات طويلة جميلة خطيرة، وناي سيمون أمام يامال. تمريرة محاولة جميلة كانت من جانب جافي، بينية خطيرة لرافينيا، ولكن نشاهد تراجع بعض الشيء للبارسا. بينية خطيرة لويليامز، لكنها أقرب إلى تشيلسي. على كل حال ضاعت الكرة على ويليامز في مشوار، أو 22 هزيمة آسف، في مشوار الخروج الفريق الباسكي
الإيمان الكامل بالقدرة على العودة. هل يكفي؟ حتى الآن لا يكفي طالما لم نسجل أهداف. فالفيردي الحارس اللي يملك إمكانيات كبيرة بلا شك. كرة أمامية جميلة من جانب يامال. أوه يا سيمون تحدي آخر في هذه المباراة. يامال في الجهة اليمنى، تغيير اتجاه اللاعب الآن عند كوندي، ضاعت مندي يحافظ على كورتا. رافينيا، ليفاندوفسكي، تمريرة الرد لا تكتمل. بيرينغوير يبحث عن التمريرة في الجهة اليسرى، خطيرة لبيرتشيتش، ولكن التدخل رائع من جانب محاولة طويلة خلف المدافعين باتجاه ويليامز وتشيزني. ليفاندوفسكي تدخل، وبعد ذلك طويلة التمريرة باتجاه رافينيا، بعيد على رافينيا. كم مرة شفنا أيضا جيسرا، الكرة ليوري بيرتشيتش، تمريرة باتجاه أوناي غوميز، تدخل لمصلحة أتلتيك مرة أخرى بيلباو، وبعد ذلك 22 هدف مقابل لا شيء في السوبر. 21 3-2 لأتلتيك. إبعاد من عناصر أتلتيك، خطأ يحتسب الحكم على جورج. في الجهة اليسرى لويليامز، وكرة وفرصة وتسديدة. يا إلهي يا لها من لقطة في منتهى الخطورة على نهاية الشوط الأول. أليكس بيرينغوير بكرة عرضية. حسن المتابعة ونلتقيكم في الشوط الثاني من أحداث هذه المباراة. المتألق سيمون، عرضية لكنها في يد يوناي سيمون. تغيير كرة بالخطأ تصل إلى لامين يامال، يعدي من 1 و2 لكن من جانب مارتينيز، بينية يامال، وكرة والثاني فيها صافرة. ماذا فيها صافرة؟ هي هدف. نعم والخطأ هدف لبرشلونة، لا يوجد تسلل. إنه يامال، المتعة لامين يامال، يستغل الفرصة ويضع الثاني بروعة. البارسا يعاني متعة. ليفاندوفسكي، رافينيا ليفا، يا لها من لقطة جميلة للبارسا إذا استمرت الأمور على حالها. لكن أيضا أتلتيك أمامية، محاولة هجومية بكرة لكن اصطدمت في الدفاع وسهلة بعد ذلك إلى تشيزني، سال إلى اليسرى بانطلاقة سريعة في انتظار مساندة أكبر، لكن التغطية بروعة في اللقطة الماضية والإبعاد من جانب كاسادو. السبت والأحد يحتاجون الاستقرار إداري قبل كل شيء. بيرينغوير كرة عرضية لكن هذه كرة تعود بعد ذلك لمصلحة بيلباو، خطيرة، دفاع تدخل، كوندي بعد الخطر، هل يقف مرة